إذا أمعنا النظر في موهبة النجم المصري لاعب روما الإيطالي محمد صلاح في العدو السريع من الثبات، لوجدنا أنه يتمتع بخاصية السرعة الهائلة التي نشاهدها فقط في سباقات المسافات القصيرة في ألعاب القوى، وتحديدا في 100 متر على غرار الأسطورة الجامايكي بولت والأمريكي جاتلين. محمد صلاح في مباراة فريقه روما أمام فيورنتينا قطع مسافة 70 مترا في 7 ثوان منطلقا من السكون، مما يعني وفق قراءة تحليلية للمختصين في سباقات السرعة في الألعاب بأنه بمقدوره أن ينهي سباق 100 متر تحت حاجز 10 ثواني، وهذا يعني أنه بإمكانه أن يكون من أفضل 8 عدائين على مستوى العالم. في المقارنة الفنية نجد صلاح جرى على أرضية عشبية رطبة تجعل هناك مقاومة ما بين قدمي اللاعب والأرضية، مما يؤثر سلبا على السرعة اللامتناهية، إضافة إلى أن اللاعب يجري على كابل القدمين وليس على المشطين، وحذاء كرة القدم يختلف عن حذاء العداء، بجانب نقطة جوهرية تتلخص بأن عدو محمد صلاح المميز في هذه النقطة لا يكون في كل المسافة على خط مستقيم. على الجانب المقابل فإن عداء 100 متر يعدو في خط مستقيم مقيدا بحارته أو رواقه أو ممره، وعلى أرضية ترتان مخصصة لمثل هذا النوع من السباقات، وبحذاء مصمم وفق نقاط علمية تلائم العدائين، والعدو يكون منوعا ما بين المشطين وكامل القدمين. ولعل أخطر اللاعبين في كرة القدم هو الذي يتمتع بسرعة الانطلاق من الثبات سواء بكرة أو بدون.